الوقت الأخ الرئيس لو تكرمت. الأخ مبارك الإعلان. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. احنا نتحدث اليوم واعتقد أن الوضع في سوريا ليس بحاجة إلى نتكلم عنه لأنه واضح وضوح الشمس، لكن يبدو أن البعض ما هو عمى بصيرة إنما عمى بصر وبصيرة كلهم مع بعض، وإحنا نتكلم لأن دماءنا تفور نخوة إسلامية وعربية لأجل إخوتنا في سوريا. أنا أود أن أقول لمن لا يريد أن يرى الحقيقة، هذه رؤوس السوريين تقطع كما تقطع الخراف أجلكم الله بأي منطق وبأي أسلوب، ويأتي من يروج لنظام اقعد أنا أتكلم ما قطعتك اقعد، ويأتي الآن من يدافع عن هلاك العصر ويدافع عنه ويحاول ترميم هذه الصورة البشعة بتوزيع دستور لم تكن به أي كلمة من كلمات حتى ذكر الله، ولا يستحق منا ككويتيين إلا التمزيق ودوسة بالأقدام حتى تكون واضحة. هذا موقفنا تجاه سوريا وتجاه أيضا النظام في سوريا. حرس وجاء اللي صفق منه يطلع، ما يجوز. الأخ الرئيس أنا أطبق اللائحة مو أنت. الأخ الرئيس أنا أطبق اللائحة يا رجال، أنا أطبق اللائحة. أنا بس أطبق مبارك الإعلان. وقتي لو تكرمت الأخ الرئيس، وقتي بس لو تكرمت. إن ما يحدث في سوريا على يد جيش التتار، واللي أعتقد شخصيا أن جميع الطغاة في العالم يقفون خجل أمام المذابح وأمام ما يحدث في سوريا من قتل وتنكيل دستورا كتب بكل أسف بآهات الثكالة والأرامل وبدماء الأبرياء وبهتك الأعراض وبسفك الدماء، لا يستحق حتى أن ننظر له ولا أن نقرأه ولا حتى يكون ثمن حتى الورق اللي كتب عليه يوزع علينا بدولة الكويت. احنا دولة الأحرار والشعب الحر بدولة الكويت التي نقف مع المبدأ ونقف خيرة تجاه أخواننا في سوريا وما يحدث فيهم. أنا أعتقد الآن احنا أمام موقف مصيري بالوقوف ودعم أخوتنا بالمال والسلاح بكل شيء نستطيع أن نقدمه. وأقول أيضا لوزير الخارجية دائما عودتنا دولة الكويت ألا تكون مبادرة في كل شيء، إنما نرى أين تذهب الأمور ونتبع، وتكون دائما أفعالنا وتصرفاتنا هي ردة فعل. لماذا لا نبادر تجاه ما يحدث في سوريا أخوتنا ويقتلون؟ الآن الكثير منهم في الأردن وفي تركيا وفي غيرها، خلنا نمدهم بالسلاح وغيره، ونعتقد هناك كثير من التوصيات، لكن أنا أتكلم عن من يحمل الحقائب ويوديها بالأودي السوداء حق دمشق وشارع برمانة يوزعها حق نظام أهوج قذر لا يستحق أن نقف ولا نتكلم عنه. شكرا لك رئيس.